الأهلي ينفي التفاوض مع مصطفى محمد ويؤكد عدم اقتناع فني بمستوى حالياً. تكذيب شائعات بيع زيزو أو إمام عاشور أو إدخالهما في صفقات تبادلية. إصابة يوسف بالعمري بتمزق في العضلة الضامة وصعوبة لحاقه بباقي مباريات الدوري. جلسات فنية مكثفة لجهاز الأهلي في بالم هيلز للتحضير لمباراة بيراميدز. حديث إعلامي عن توتر إداري بسبب تهميش بعض القيادات داخل النادي. اجتماع مطول بين محمود الخطيب وياسين منصور وسيد عبد الحفيظ لتقييم قطاع الكرة وإعادة الهيكلة. ترقب عقوبات إعلامية محتملة ضد هاني حتحوت بعد أزمة قناة مودرن. انتقادات داخل قناة مودرن لإدارة الأزمة الإعلامية الأخيرة. عصام سراج الدين يقترب من منصب مدير التعاقدات بالأهلي. مقترح جوائز الدوري 5 ملايين لكل فريق و20 مليونا للبطل. رابطة الأندية تخطط لإطلاق حفل سنوي للأفضل مثل الدوريات الأوروبية. اتجاه لتعيين محمد الغازي حكما لمباراة بيراميدز والزمالك بدلا من محمود عاشور. محمد هاني يقارب من المباراة 400 بقميص الأهلي أمام بيراميدز. بيراميدز يؤكد استمرار عقد مهند لاشين حتى صيف 2027 مع رغبة في التجديد. تحذيرات في الزمالك من الاستهانة بغيابات محتملة في بيراميدز. معتمد جمال يحفز لاعبي الزمالك للفوز على بيراميدز والاستمرار في المنافسة. إشادة السفير البرازيلي في مصر بأداء خوان بيزيرا. تقارير إنجليزية: مانشستر سيتي يدرس بيع عمر مرموش في الصيف. منتخب مصر يخطط لمواجهة منتخب أوروبي وديا قبل البرازيل، مرشحان روسيا أو تشيك. دراسة تخفيض أسعار تذاكر بعض مباريات كأس العالم بسبب ضعف الإقبال. حسام حسن يطالب الجماهير بدعم المنتخب ويؤكد تحسن الأداء رغم الانتقادات. النصر السعودي يدرس تصعيد ابن كريستيانو رونالدو للفريق الأول. ربيع ياسين: الدوري ما زال مفتوحا وانتقاد حاد لأداء لاعبي الأهلي مؤخرا. دعوة لفرض لائحة صارمة داخل الأهلي وربط الرواتب بالأداء والبطولات. محمود أبو الدهب: الأفضل للأهلي فوز بيراميدز على الزمالك في المواجهة القادمة. توقع استمرار صراع الدوري حتى الجولة الأخيرة مع احتمالية تعثر كبار. التأكيد على أهمية خوان بيزيرا كمصدر الخطورة الرئيسي للزمالك، وأن إيقافه يقلل قوة الفريق بشكل كبير.